الشارع اللي اتعلم يصلي. قبل ما نبدأ، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لسه مش مشترك اشترك في القناة. الشارع ده كان غريب، مش لأنه قديم ولا لأنه ضيق، لكن لأنه كان مليان ناس ومفيش ولا واحد حاسس بالتاني. كل واحد ماشي شايل همه، وشه في الأرض وقلبه مقفول. وفي آخر الشارع كان في بيت لوحده، واقف كأنه تعبان بين الوقفة. بابه الخشب متآكل وشبابيكه مقفولة، كأنه بيستخبى من الدنيا. الناس كانت بتعدي وتقول: ده بيت مهجور، ده بيت نحس، ده بيت ملوش صاحب. ومحدش قرب غير ولد صغير اسمه آدم. آدم كان كل يوم يعدي من هنا، ما كانش فاهم ليه قلبه بيوجعه كل ما يشوف البيت. كان يحس إن البيت بينده بس من غير صوت. في يوم وهو راجع من المدرسة، شاف راجل قاعد على الرصيف قدام البيت، مش شحات ولا متسول، قاعد بس وساكت. آدم وقف بعيد شوية، بصله والراجل بصله، ولا كلمة. آدم حس بحاجة غريبة، طلع من شنطته ساندويتش وسابه جنبه ومشي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم واشترك في القناة علشان الخير ده يكمل. تاني يوم المكان فاضي، الراجل مش موجود، بس الساندوتش متاكل. آدم ابتسم. من اليوم ده بقى يسيب أكل، مرة شاي، مرة بطانية صغيرة في الشتاء، من غير ما يستنى شكر ومن غير ما يحكي لحد ما في ليلة شتاء تقيلة، المطر بينزل والشارع فاضي. آدم قرب من البيت علشان يسيب الأكل، وسمع صوت ضعيف: استنى يا ابني. اتخض بس ما جريش. الباب اتفتح وطلع نفس الراجل، بس أوضح، أقرب، إنسان. قال: بقالي سنين محدش سأل، انت ليه بتعمل كده؟ آدم رد ببساطة: مش عارف، بس حسيت انك محتاج. الراجل دمعت عينه. دخلوا البيت كان فاضي من الأثاث، بس مليان ذكريات، صور قديمة، هدوم متعلقة، وساعة واقفة. الراجل حكى عن شغل ضاع، وعن ولاد سافروا وما رجعوش، وعن صحاب قالوا إحنا معاك وسابوه. قال: في يوم صحيت لقيت نفسي لوحدي، والبيت ده بقى آخر حاجة ليا. آدم سمع، ما قطعش ما نصحش، بس كان موجود. ومع الأيام البيت بدأ يتغير، شباك اتفتح، سجادة صلاة اتفلدت، نور بسيط ولع بالليل. الراجل بقى يصلي، والشارع بقى